الوحده الثانيه. اول حاجه عايزه كنت بتقرا الاسئله تقراها بالراحه، واقرا السؤال بما تفسر ابقى عارفه عايز ايه وما النتائج عايز ايه، ما هبتش وخلاص. تمام. طيب اول حاجه عندي هنا عايزين نعمل مين؟ العوامل القيم الحضاريه. عرفت انها عوامل طبيعيه وعوامل بشريه. قلت الطبيعيه حاجه ربنا مديها لي. يجي لي ازاي؟ يقول لي بيوصل الشمال بالجنوب نهر النيل، اساعد على استقلال مصر القديم نهر النيل. طيب ساعد على وجود الاثار لحد الان المناخ. طب يجي يقول لي ساعد على العمل والابتكار المناخ برضه. طب ساعد على قيام الحضارات او وجودها في وسط قارات العالم القديم الموقع. ساعد على ان انا بحمي البلد من الغزاة حدود طبيعيه. وقلت عندي البحر الاحمر في الشرق والمتوسط في الشمال. طب يجي يقول لي ساعد على بناء الصخور، عمل تماثيل، عمل حلي، عمل زينه، هتبقى ثروات طبيعيه. طب نيجي للبشري ودايما بتلخبط فيه. كفاح المصري القديم بشري، حكومه مركزيه بشري. وقلت الحكومه المركزيه بتعمل ايه؟ رعايه مصالح الشعب، اقامه المشروعات، وايه تاني؟ اداره شؤون الدوله. يبقى لما اجي اقول لك مين اللي بيدي شؤون البلاد؟ الحكومه المركزيه. ركز معايا يا عمر. طب لما اجي اقول لك اقدم حاجه عملتها المصريين القدماء بناء نقط، بناء الجيش. طب لما اجي اقول لك بيساعد على وحده الاراضي الجيش. تمام كده؟ طب في حاجه مهمه بقى بتلخبط فيها. يجي يقول لي ان المصري القديم استغل العوامل الطبيعيه والعوامل البشريه في مجالات مختلفه. واحده واحده. اقدم حاجه والحكم السياسي كان عند مين؟ المصريين القدماء. يجي يقول لي بقى عندهم فكره الايمان بعد القيام بعد الموت او الحياه بعد الموت، دي مجال ديني ولا سياسي؟ ديني. طب يجي يقول لي الترابط الاسري اجتماعي. طب يجي يقول لي اهتموا بالري والصناعه والتجاره اقتصاد. طب الري هم اهتموا بالري، في التجاره تجروا مع الحضارات الاخرى، في الصناعه صنعوا منسوجات وفخار والنسيج. في مشكله كده؟ طب نيجي للي بعد. قلت ان انا عندي العصور اللي بتلخبط فيه. قال لك عصور قبل معرفه الكتابه يبقى قبل التاريخ، قبل التوحيد يبقى قبل الاسرات. خلي بالك من النقطه دي، قبل التوحيد يبقى قبل الاسرات، معرفه الكتابه يبقى تاريخيه. تمام. طب نيجي للعصور بتاعت العتيق، دوله قديمه، دوله وسطى، دوله حديثه. قلت العتيق اسره واحد واثنين. مين عمل كام اسره؟ اسس الاسره الاولى، خد عاصمه ننفر. مين اللي وحد القطرين؟ الملك مين. طب جيت قلت لك ان المصري القديم اول ما نزل على نهر النيل استقر على نهر النيل وبنى شويه مساكن. طب يجي يلخبطني يقول لي اكتشف النار في انهي عصر؟ في القديم. بنى مساكن من الطوب اللبن في انهي عصر؟ في الحديث. استخدم الفخار والاحجار في الحديث. احجار بس قديم. معادن زي الذهب والنحاس. طب لما اجي اقول لك بعد ما بنى شويه مساكن على نهر النيل، المساكن كبرت وبقت قرى، القريه كبرت وبقت مدينه، الاقاليم من تجمع ايه وهي ياسين؟ القرى والمدن. قلنا الاقليم دي كام حاجه؟ 5. حاكم، عاصمه، معبود، جيش، شعار. تاني حاكم، معبود، جيش، شعار. وعرفت ان انا عندي مملكتين، مملكه الشمال ومملكه الجنوب. الشمال وجه بحري، الجنوب وجه قبلي. قلت ان كل واحده ليها عاصمه. عاصمه الشمال بوتو، الثانيه نخل. هنا في الشمال بردي، الثانيه لوتس. ثعبان الكبرى، يبقى الثانيه انثى النسر. وقلت خلي بالك ان التاج بتوع الشمال احمر، الثاني لونه ابيض. وقلت ركز ان الحيوان هو المعبود انما النبات ايه؟ شعار. يعني يجي يقول لك الشعار كذا بقى بختار نبات مش حيوان. تمام كده؟ طب قلنا عصر الدوله القديمه كنت بسميه بعصر مين؟ بناة الاهرامات، بسبب اهتمام ملوكها ببناء الاهرامات. جه في كام ملك اتكلمت عنهم؟ 3. قلت بلاش تهرج، زوسر، هرم، والمدرج. مين عمل اكبر هرم؟ اكبر هرم بتشوفه يبقى الملك خوفو. اخر حاجه قلنا الملك خفرعون، هرم اوسط وابو الهول. تمام. طب نيجي اللي بعدها. قلت عندي بعد اي دوله بتسقط في العالم بسبب كثره الصراعات، ضعف الملوك، الهجمات الخارجيه، انتشار الفوضى. قول اللي انت عايزه. اي دوله يجي يقول لك سقوط قول له ال4 دول: فوضى، كثره الصراعات، ضعف الخلفاء، فرض الضرائب. ماشي. طب نيجي اللي بعدها. لما اجي اقول لك بعدها عصر مين؟ دوله وسطى. قلت الوسطى يعني رخاء اقتصادي بسبب ازدهار الزراعه والصناعه والتجاره. نسيت ال3 دول. قلت كثره الاهتمام بالمشروعات. اللي هي المشروعات زراعه، صناعه، تجاره. طب مين اكتر واحد عمل سد اللاهون؟ امنمحات الثالث. قلت عمل سد اللاهون في بحيره اسمها موريس زمان والنهارده اسمها قارون. طب يجي يقول لك سد اللاهون فين؟ في الفيوم. مين اللي اهتم بالزراعه في سد اللاهون؟ اقول له امنمحات الثالث. امنمحات الثالث يا سيف عمل ايه لما عمل سد اللاهون لتخزين الميه وحمايه الاراضي من الفيضان؟ طب سنوسرت الثالث قلت عمل حاجه فيها سيزوستوريس. ليه؟ قلت ربط البحرين عن طريق نهر النيل. لازم احط كلمه نهر النيل في النص. يعني لو جه لي يا اياد لربط البحر الاحمر بمين ما اقولش المتوسط، هقول المتوسط اكمل واقول عن طريق نهر النيل، يا اما اقول له بنهر النيل بس. طب قلت عندي القناه في حاجتين جه لك اهميه، اقول له ربط البحرين عن طريق نهر النيل. النتيجه تنشيط حركه التجاره. طب الدوله الوسطى هتسقط وهنقع تحت ايد الهكسوس. يبقى الهكسوس جم بعد انهي عصر؟
الدوله الوسطى. لما وقعنا تحت ايد الهكسوس مين اللي هيحميني ويطردهم؟ احمس. كان ابوه اسمه ايه؟ سكننرع، وهو اول واحد بدا. مين الام اللي كانت بتشجع؟ اياه حطب. اخوه الكبير اسمه كاموس، يعني مشي بالدور سكننرع وكاموس، وبعدين اللي طرد خالص وحرر احمس. بدا دوله حديثه احمس. بلخبط في الحته دي، يجي يقول لي ملك احمس من امراء ايه؟ طيبه. احمس كان راجل طيب فطلع من امراء مين؟ طيبه. طب نيجي اللي بعدها الدوله الحديثه، سميتها بعصر المجد الحربي. ليه بالمجد الحربي؟ قلت بسبب الحروب والانتصارات في كل الحروب اللي كانت عندي، كان عندي جيش قوي ساعتها. طب مين اللي جه؟ قلنا احمس بدا دوله جديده. بعدها جه مين؟ قلت عندي اشهر اثنين، تحتمس الثالث ورمسيس الثالث. وهنا اتلخبط في اشهر معركتين. قلت تحتمس الثالث اشهر معركه عنده كانت معركه مجده. هنا اقف، مجده فين يا ياسين؟ في فلسطين. طب ما دام هو عمل معركه عملها ضد مين؟ امراء اسيا. طب ليه هم عملوا حاجه؟ قال لي كانوا بيتمردوا على الحكم المصري. برافو. ما دام انا هعمل ثوره ضد حد اكيد هم عملوا حاجه زعلوني. طب ايه نتيجه اي ثوره؟ قلت نتيجه اي ثوره انتصار وهزيمه. انتصار تحتمس الثالث، هزيمه امراء اسيا. طب نيجي في اللي بعدها قادش. قادش كانت فين؟ في سوريا. مع مين ومين؟ رمسيس الثاني والحيثيين. برافو. طب مين اللي حصل؟ قلت ان امراء سوريا برضو تمردوا على مين؟ على مصر، او خرجوا عن الحكم المصري، او خدوا اجزاء من مصر. فعملنا ايه؟ رمسيس الثاني حارب الحيثيين وكمل وانتصر رمسيس الثاني وعمل اول معاهده سلام في التاريخ. لو جه لي مين اللي بسميه بطل الحرب والسلام؟ هو رمسيس الثاني، عمل سلام وحارب الحيثيين. تمام كده؟ طب نيجي الدوله الحديثه هتسقط. قلت بسبب نفس الكلام، فوضى، صراعات، فرض ضرائب، والهجمات الخارجيه. بعد ما تسقط الدوله الحديثه نقع تحت ايد الفرس. يجي يدخل مين؟ الاسكندر. مصر دلوقتي تحت ايد مين؟ الفرس. مين اللي هيخلصها منهم؟ عشان كده هيرحبوا بيه. يبقى لما اجي اقول لك ليه رحبوا بالاسكندر؟ ليه تخلصهم من حكم الفرس؟ عشان كانوا بيعملوا فيهم ايه يا ست؟ سوء المعامله وفرض الضرائب، كانوا بيعاملوهم معامله زي الزفت. طب عندي الاسكندر لما جه ولد في مقدونيا، مات في مدينه بابل. طب الاسكندر لما جه اتعلم على ايد مين؟ ارسطو. دخل مصر وكان عايز يعمل امبراطوريه كبيره ويضمن الغذاء لمين؟ لجيشه. فاحترم العقيده بتاعتهم او احترم الديانه عن طريق زار معبد الاله امون في حلو. طب لما اجي اقول لك البطالمه برضو احترموا الديانه المصريه عن طريق جعلوا الديانه المصريه دين رسمي، اعترفوا بيها كدين رسمي. خلي بالك دي بتيجي دل ودي بتيجي دل. تمام كده؟ طب بعد ما توفي الاسكندر هتيجي بطالمه بطليموس الاول. طب بطليموس لما جه عمل ايه؟ اسس دوله بطالمه. وعمل ايه تاني؟ كمل اسكندريه اللي كان بداها مين؟ اسكندر. يبقى لما اجي اقول لك بدا في تخطيط اسكندريه اسكندر، كمل اسكندريه بطليموس الاول. طب مين اخر واحده في البطالمه؟ كليوباترا السبعه. اتهزمت في معركه اكتيوم البحريه. النتيجه على الهزيمه تحولت مصر من ولايه بطلميه لولايه رومانيه. طب لما اجي اقول لك هنا بقى المعركه كان اسمها قلنا اكتيوم البحريه. اقول لك هنا بعد وفاه الاسكندر ايه النتيجه على وفاته؟ اتقسمت الامبراطوريه بين قواده، ما بقناش عارفين نديها لمين، عشان كده خدها مين؟ بطليموس الاول، قلنا اللي هو دراعه اليمين. طب البطالمه اهتمت بالاقتصاد والثقافه والعماره. يجي يقول لي دليل انها اهتمت بالاقتصاد، معلماك ان الاقتصاد يا ياسين زراعه صناعه تجاره. في الزراعه دخلوا السقي واهتموا بالري. في الصناعه صنعوا زيوت ومنسوجات. في التجاره عملوا مناره اسكندريه علشان تنور للسفن وهي ماشيه بالليل. يبقى لما اجي اقول لك انشات البطالمه مناره اسكندريه، ده دليل باهتمامهم ايه؟ التجاره. عملوا الساقيه زراعه، عملوا الزيوت والمنسوجات صناعه. طب نيجي في الثقافه، قلت الثقافه حاجتين بنتعلم فين؟ مكتبه اسكندريه، جامعه اسكندريه. العماره يبقى مباني، دليل ان البطالمه اهتموا بالعماره. اقول لهم ايه يا براء؟ عندي معبد ادفو ودندره وفيله في اسوان. تاني ادفو ودندره وفيله في اسوان. طب قلب الحوار خالص على البطالمه، وقلنا دوله البطالمه هنا هتسقط. اي دوله بتسقط بسبب فرض الضرائب، ثورات المصريين، وضعف الخلفاء. طب لما اجي اقول لك ضعف الخلفاء بعد بطليموس الكام؟ الثاني. طب نيجي لدوله الرومان هتبدا. قلت في الزراعه طوروا مصر مزرعه لمين؟ للقمح، لتزويد روما بيها. اعتبروا مصر انها مزرعه بالنسبه لهم للقمح عشان يزودوا مين بيها؟ روما. طب لما اجي اقول لك هنا مين كانت المركز الثاني في التجاره؟ اسكندريه. برافو. طب لما اجي اقول لك الرومان كانوا بيعاملوا المصريين حلو؟ لا، كانوا بيعاملوهم اسوأ معامله. عشان كده المصريين عملوا ايه؟ ثوره. وعشان كده دوله الرومان هتسقط. طب ما تقولي لي العماره اللي كانت في الرومان مين؟ قلت عندي المسرح الروماني ومعبد اسمه رأس السوداء. طب لما اجي اقول لك هنا ان الرومان عندي كانوا بيهتموا بالصناعات زي نبات البردي، يبقى البردي في الرومان، انما الزيوت في البطالمه والرومان. خلي بالك عشان بيجي لي البردي اكتر. البردي فين؟ في الرومان. طب لما اجي اقول لك هنا الرومان لما سقطت بسبب انهم حرموا المصريين من الحكم
بلادهم، فيجي لي صح وغلط. الرومان شاركوا المصريين في حكم البلاد؟ غلط. طب قلت عندي كمان كانوا بيفرضوا عليهم ايه؟ الضرائب، وبيضطهدوا الناس بسبب دخولهم ديانه اسمها ديانه المسيحيه. طب قلت المسيحيه دخلت على ايد القديس مرقس في منتصف القرن الاول الميلادي. طب من هنا هتسقط دوله الرومان، هتسقط بسبب ايه؟ قولي نفس الحاجات، قلنا ثورات المصريين، فرق الضرائب، قلنا اخر حاجه اضطهاد المسيحيين، وبعد كده حرموهم من حكم بلادهم. يتم الفتح الاسلامي على ايد عمرو بن العاص. مين اللي هيخلصنا من الرومان؟ عمرو بن العاص. يجي يقول لي اكمل، تخلصنا او عمرو بن العاص خلصوا المصريين من حكم الفرس؟ غلط. من مين؟ من الرومان. انما الفرس جم بعد مين؟ بعد الدوله الحديثه. اللي خلصني منهم ورحبت بيه الاسكندر، انما اللي خلصني من الرومان عمرو بن العاص. تمام كده؟